لو عندك فراخ ونفسك تعمليها بطريقة جديدة غير الطرق اللي انت متعودة عليها بقى والطرق التقليدية، فلازم تجربي طريقة التندوري. صدقوني وبدون مبالغة، أول ما هتجربوها مش هتبطلوا تعملوها، لأن التندوري بالذات بيتميز باللون الأحمر الجميل اللي انتوا شايفينه. وكمان لحم الفراخ بيبقى طعمه حلو جدا وطعمه لذيذ. بجد بجد لازم تجربوا الطريقة دي، لأن أول ما هتجربوها هتعتمدوها، وكل اللي هيدوقها عندك هيسألك الطريقة دي عملتيها ازاي. ما تيجوا نشوف الطريقة. اول حاجه جبت فرخه قطعتها على 8 وغسلتها كويس جدا، وحطيتها في المصفى صفت الميه بتاعتها تمام كده. بعد كده بجيب كل قطعه من الفراخ واعمل فيها فتحات زي ما انتم شايفين. وليه بعمل الفتحات الكتيره دي في كل قطعه من الفراخ؟ عشان تبقى متشربه كويس جدا من التتبيله. وعاوزه اقول لكم على حاجه مهمه برضو، انا قطعتها على 8، ممكن انت تقطعيها على 4، تقطعيها على 5، تقطعيها على 6، حسب ما انت عايزه. تمام كده. تعالوا بقى نشوف التوابل بتاعتنا اللي هنحطها في التتبيله بتاعتنا. اول حاجه في التوابل بتاعتنا عندي معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الزنجبيل، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من الشطه، معلقه صغيره من الفلفل الاسود المطحون. بعد ما بحط بقى التوابل دي بحط علبه زبادي اللي هي 100 جرام من علبه الزبادي. الزبادي دي انا عاملاها في البيت، ممكن انت لو مش عامله زبادي تشتري علبه اللي هي الصغيره. ومعلقتين كبار من معجون الطماطم اللي هي الصلصه. وعندي كمان معلقه كبيره من الثوم الفريش المفروم. وعندي كمان 3 معالق كبار من الزيت. وعندي كمان 2 معلقه كبيره من عصير الليمون. وعندي كمان 2 معلقه كبيره من المستردة اللي هي الخردل. تمام كده. دي التتبيله بتاعتنا. وبعد ما بنقلبها كويس جدا واتاكد ان التوابل مع التتبيله كلها اندمجت مع بعض، بحط لون غذائي احمر. يعني ايه بحط لون غذائي احمر؟ يعني بتجيبي لون غذائي احمر وتحطي ربع معلقه صغيره. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، هي بتتميز باللون الاحمر الجميل والطعم اللذيذ. طب اجيبه منين اللون الغذائي الاحمر ده؟ بتجيبيه من عند اللي بيبيع خامات الحلواني او من عند اي سوبر ماركت. باشيل من التتبيله دي معلقتين، وهقول لكم بعد كده شايلاهم ليه. بعد كده بحط الفراخ بتاعتنا بقى في التتبيله القمر دي، واسيبها اقل حاجه ساعتين. كل ما الفراخ قعدت كويس في التتبيله وقت اكتر، كل ما هتاخدي لحم الفراخ طعمه حلو جدا ومتشرب من التتبيله. تمام كده. هتحطيها بقى في التلاجة وتسيبيها اقل حاجه ساعتين. بعد ساعتين جبت الصينية بتاعتي وحطيت فيها كوباية مية اللي هي 200 ملي. وجبت الشبكة وابتديت بقى أرص الفراخ زي ما انتوا شايفين. يعني الصينية دي فيها كوباية مية 200 ملي. تمام كده. بعد كده بتدخليها فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200 لمدة 40 دقيقة. تمام كده. بعد أول 30 دقيقة بتخرجيها من فرن البوتاجاز. يعني بعد 30 دقيقة خرجناها من فرن البوتاجاز، والتتبيلة اللي أنا قلت لكم شيلوهم من المعلقتين هتبتدي تدهني الفراخ من التتبيلة اللي انت كنت شايلاها. وتدخليها فرن البوتاجاز تاني، وتطفي من تحت وتولعي الشوايه من فوق 10 دقايق بس، وهتاخد معاك اللون الاحمر الجميل. يعني هي بالظبط خدت 40 دقيقه على بعض يعني. يلا بقى تقدميها بقى مع رز مبعر وسلطة الزبادي وبألف هنا مقدما. شايفين الفراخ طلع لونها أحمر وحلو جدا. وزي ما قلت لكم في أول الفيديو، هي بتتميز باللون الأحمر، ولحم الفراخ بيبقى طعمه لذيذ جدا وطرية ومستوية وفي منتهى الجمال. لو عجبكم الفيديو، وما تنسونيش ان انتوا تشتركوا معايا في القناة، وعاوزة اي تعليق حلو منكم، وبألف هنا.